مرحبا بكم في حديث معمق جديد. اليوم غادي ندويو على واحد الموضوع مهم وشيق، تبعوه المغاربة كاملين الصراحة. إيه، كتقصد ملعب مولاي عبد الله بالرباط ياك، والتحول الكبير اللي عرف مؤخرا. هو هذاك بالضبط، إعادة التأهيل الشاملة ديالو. كل شيء كيوجد باش يستقبل زعما تظاهرات كروية كبيرة جاية. طبعا كنتكلموا على كأس إفريقيا 2025 وحتى كأس العالم 2030 اللي غيكون مشترك. الهدف كان واضح من الأول، الملعب خاصو يكون بمعايير عالمية، المعايير ديال فيفا اللي معروفة بالصرامة ديالها. وهذا الشيء اللي غادي نحاولوا نفصلوا فيه اليوم بناء على المعلومات اللي عندنا حول المشروع، تحسينات وحتى التحديات اللي ممكن تجي من بعد. أول حاجة الصراحة كتخطف العين هي ديك الصورة الجديدة ديال الملعب، خصوصا الأرضية كتبان في مستوى عالي بزاف. فعلا الأرضية نقطة أساسية، وجودة العشب اللي تستعمل وداك نظام تصريف المياه اللي معاه كيبين بلي الخدمة كانت متقونة. وداروها زعما خبرات مغربية وأجنبية، هادشي كيبان في النتيجة النهائية. والمهم هو أن هذا التوافق مع معايير الفيفا ماشي غير شكليات، فهمتي؟ هو ضروري وأساسي باش المغرب يقدر ينظم بطولات بحال هادو. يعني جزء من خطة أكبر لتطوير بنية التحتية الرياضية كاملة في البلاد. بالضبط، الاستثمار عنده أهداف أبعد من مجرد تنظيم ماتشات، كيعكس طموح. ولا جينا نشوفوا التحسينات اللي وقعات، راه ماشي غير الأرضية، كاين بزاف ديال الحوايج اللي تبدلات. أكيد، بحالاش مثلا كيف ما قلتي، الأرضية بالعشب الطبيعي ونظام تصريف المياه، ولكن حتى الضوء نظام الإنارة تبدل كامل. وهذه نقطة مهمة بزاف، ماشي غير باش يتلعبوا الماتشات في الليل، ولكن حتى على قبل النقل التلفزيوني، الجودة العالية، ال HD وال 4K، هادشي ولا مطلوب دوليا. وما ننساوش المدرجات، الكراسي تبدلوا ولاو مريحين وعصريين، وحتى العدد ديال البلايص تزاد ياك؟ إيه، زادوا في الطاقة الاستيعابية، وحتى الدخلات والخرجات ديال الجمهور تسهلات أمورها باش تكون حركة الناس سهلة وأكثر أمان. وكاين داكشي اللي ما كيبانش للعموم ولكن مهم بزاف، المرافق ديال اللاعبين، زعما لي فيستيير، الحمامات، قاعات العلاج، وحتى المرافق ديال الصحافة وديال الضيوف الكبار كلها عرفات تجديد شامل. الجانب الأمني حتى هو، الكاميرات الجداد، نظام المراقبة، أنظمة الصوت والسلامة، وكل شيء بالتكنولوجيا الحديثة. ما ننساوش حتى الشاشات الكبار اللي تركبوا ونظام الصوت في الملعب، وحتى التذاكر الإلكترونية اللي كتسهل الولوج. إذن ماشي غير تزيين وصافي، هادشي كامل عنده تأثير مباشر. فعلا التأثير كاين على الوظائف ديال الملعب، على سلامة الجمهور واللاعبين، على جودة التجربة كلها، وعلى صورة المغرب كمنظم قادر يستجب للمعايير الدولية الصارمة، منظومة متكاملة. هادشي كيفرح وكيبشر بالخير للمستقبل القريب، ولكن كيف ما كيقولوا المحافظة على شي حاجة أصعب من بنائها. المصادر اللي اعتمدنا عليها كتشير لبعض التحديات اللي ممكن تجي من بعد. وهذه هي النقطة اللي خاصنا نردوا لها البال مزيان. الحفاظ على ديك الأرضية بنفس الجودة العالية ماشي سهل، تحدي كبير ومستمر. وشنو هي أبرز هذه التحديات اللي مذكورة؟ أولاً عندنا العامل ديال المناخ. المغرب كيعرف تغيرات، فترات ديال الجفاف، حرارة طالعة بزاف، هادشي كيشكل ضغط كبير على العشب الطبيعي. بصح، وكاين العامل الثاني اللي هو استعمال ديال الملعب ياك؟ تماماً، الملعب ما غاديش يستقبل غير الماتشات ديال البطولة الوطنية، غيكونوا ماتشات ديال الكؤوس، ماتشات دولية، وحتى أنشطة أخرى ممكن. هاد الاستعمال المكثف كيهلك العشب. إذن الحل هو الصيانة الدورية والاحترافية، هذه هي الكلمة المفتاح. القص، التسميد، السقي، التهوية. هادشي خاصو موارد مالية وبشرية، وخاصو خبرة واستمرارية، ماشي خدمة ديال مرة. وفي نفس الوقت نظام تصريف المياه خاص يبقى خدام مزيان ديما. طبعاً أي مشكل فيه كيعني تجمع المياه، وهادشي كيخنق الجذور ديال العشب ويقدر يسبب التعفن ديالها. وحتى نوعية العشب اللي تختارت خاصها تكون فعلاً قادرة تتأقلم مع المناخ ديال الرباط. وما ننسوش الضغط الإعلامي والجماهيري، أي حاجة وقعت للأرضية وخا تكون بسيطة كتقدر تكبر وتولي قضية. وهذا الضغط ممكن يخلي المسؤولين ياخذوا قرارات زعما متسرعة أو ماشي مدروسة مزيان. إذن كيف ما أشرت المصادر، خاص تكون استراتيجية واضحة للصيانة باستعمال التكنولوجيا وتكوين الناس اللي خدامين تما بشكل مستمر. هي هذيك استراتيجية متكاملة وطويلة الأمد. في الختام نقدروا نقولوا بلي ملعب مولاي عبد الله اليوم بصح ولا منشأة رياضية بمواصفات عالمية،
جاهز للأحداث الكبرى وكيعكس الطموح ديال المغرب في التنظيم. فعلا إنجاز مهم بزاف، وهذا الشيء كيخلينا نطرحوا واحد السؤال أخير للتفكير زعما. من بعد هاد الاستثمارات الكبيرة والبطولات اللي غتنظم، ومع هاد التحديات اللي ذكرنا خصوصا المناخ والاستعمال المتزايد، شنو هي الطرق المبتكرة أو المستدامة اللي ممكن المغرب يتبناها باش يحافظ على هاد الملاعب في المستوى العالمي، ماشي غير دابا ولكن على المدى البعيد؟ ضمان استدامة هاد الجودة هو التحدي الحقيقي اللي جاي.